صباح الخير محبي النباتات وخصوصا ورد الصباح. طبعا راح نجاوب على بعض الأسئلة باختصار وعلى السرعة. راح نشوف سداني أمامكم لأني صغار حاطر هنا يم البيت بس أقدر أفركم على البرة. طبعا الأغلبية تسألني شو تخلي سماد. طبعا إخوان أول شي تريد تسمد سمد، ما تريد تسمد لا تسمد، ماكو إشكال. بس أهم شي السقي أهم من التسميد، تقبل الله العظيم. السقي أهم من التسميد. شنو الفايدة إذا أنت تسمد وتخليها يومين بالسندانة وبهالحر؟ ماكو فايدة، تسميدك ماكو فايدة. أهم شي الجذر ما يحتر، إذا احتر الجذر ما راح يورد عندك النبات. ثانيا تلقى أكثر المشاكل جنبه إذا تلتم هيجية والنوب تطيح عم توقع، حسب اللهجات تطيح عم توقع. شنو سببها؟ سببها ما منتظم بالري، يعني ساعة تعطشها وساعة تزودها ماي، فهذا يأثر يعني خلي هاي الجناوذ توقع عم تطيح. هاي انتهينا معدن. البعض قال لي شو السميد؟ قلنا خلينا نرجع للتسميد. تسميد كل شهر، انا ما بسمي مش كل شهر، كل بالسنة مرتين. والله كل ما هاي يجيك لو مارو الوسخام. ودانا اشرد من الحديقة الخارجية على مود لا يجينا واحد يقطع علينا تصوير لو كل ساعة جايك واحد ما يارو ما ادري شو. المهم خلينا نوقف وبعدين نكمل. حبايبي نرجع لكم حتى نسينا من بدينا من انتهينا والله من قد ما صبرت. المهم نرجع للتسميد اخوان. انا كل بالسنة مرتين اسمد. اما اسماد انا اكثر شيء استخدم NPK 2020. طبعا المعلومات اللي تسويها على الطاير على السريع لين ما احب المقطع يطول. 2020 زائد هيومك اسد، وبعد اذا تضيف حديد بعد احسن. امثل اذا ما عندك تقدر تخلي مال طيور، فضلات الطيور أم الحيوانات تقدر تخمرها أسبوع. مثلا تخلي نص سطل تخمره وتضيف عليه، مثل تنطي للنباتات تضيف عليه تترس سطل ترس، يعني نص سطل نفس الكمية، الكمية تخليها نفس الكمية تحط عليها ماي. مثلا نص سطل تخمر تترس نص سطل، مثلا سطل لا تضيف عليه بعض سطل. يمكن واضح هذا بعدين ورا أسبوع تسقي النباتات بيه، يعني الصبح أم العصر تسقي بالنباتات. هذا تقريبا ذاك بالشهر مرة يكفي. أم كل 15 يوم 10 أيام مو إشكال. طبعا هاي اكو بيها يقولون الورد. طبعا كنا راح اختصر هنا بخصوص ورد الصباح. التكاثر مال قطاع وزراء طبعا انتهينا من عنده. اللي يقول مالت الوردة يعني من تطلع ثاني يوم تطيح لو شلون تنغمض وترجع. لا اخوان، اذا تلاحظون كل قمة نامية تلقوا بيها 3 2. هسه هاي 2 هاي 2 هاي 3. هاي طبعا الوردة هسه مفتوحة بعد شوي